دلوقتي الحمد لله خلصت المواد الغير مضافة، وفي ناس عكت فيها بس الحمد لله خلصت خلاص. فنركز دلوقتي على المهم اللي هي المواد المضافة. وقبل ما نبدأ يا ريت تسمع فيديو جدول إنقاذ الثانوية العامة لأنه مهم جدا وهيفيدك. طبعا انت تعبت طول السنة وانا حاسة بيك، فياريت ما تضيعش فترة ليالي الامتحان من ايدك لانها مهمة جدا. انا عاوزاك الفترة دي تعمل اللي عليك وتجيب اخرك في المذاكرة، اجتهد وتسعى علشان ترتاح في الاخر. يلا توكلنا على الله نبدأ الفيديو. السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهم حاجه تخلي الفتره دي مذاكره وبس. اهم حاجه علشان تقعد تذاكر وتركز كويس لازم، واهم حاجه تقفل التليفون تديه لمامتك تطلعه بره الاوضه. ولما بخلص مذاكره باخد بريك، بعمل حاجه بشربها، او وانا قاعده باكل بتفرج على فيديو نصايح على يوتيوب زي ما انتوا بتفرجوا كده. وبعد ما اخلص الفيديو بقفل التليفون وببدا مذاكره. اهم حاجه في الفتره دي تنظم وقتك، تنام من بعد العشاء وتصحى الساعه 4 الفجر، تتوضى وتصلي الفجر وتقرا قرانك واذكارك، تبدا اليوم ببركه من عند ربنا وسكينه، وبعدها تبدا مذاكره. وقبل ما تبدا مذاكره لازم تكتب التو دو ليست بتاعتك. مثلا تحدد في اليوم انك تذاكر تعبير، تشوف فيديو وبعدها تحل عليه. وكذلك قصة انك تذاكرها وتشوف فيديو وتكتب الحاجات المهمة من الفيديو في الكراسة وبعدها تحل عليها. وتشوف فيديو وممكن لو في وقت تراجع او تقرأ الدرس قراءة سريعة مثلا، وبعدها تحل كتير عليها. يعني تحل شوامل كتير، تحل نماذج استشارية، تحل مثلا امتحانات السنين اللي فاتت، وتحط كل كتب العربي قدامك وتبدأ تحل كتير. حل شوامل كتير، الحل هو اللي بيثبت المعلومة. وفي خطة كنت عاملاها للمذاكرة هسيبها لك في الشاشة هنا. وقسم يومك ما بين الصلاة والمذاكرة. وذاكر بطريقة البومودورو اللي هي 50 دقيقة مذاكرة و5 أو 10 دقايق بريك. وفي طريقة تانية انك تخلص كل المذاكرة اللي عليك اللي انت حددتها في التو ليست وبعدها تاخد بريك. يعني بعد ما تتعب خالص من المذاكرة خد بريك. المهم كل يوم او فترة ليالي الامتحان الفترة دي تحل شوامل كتير على قد ما تقدر. النهارده 25/6 هتقسم اليوم، هتاخد فرع نحو وتراجع عليه، وباقي اليوم هتحل شوامل اللي هي نماذج استرشادية وامتحانات السنين اللي فاتت. وطبعا انت مذاكر من اول السنة، الفترة دي هتراجع وتحل بس. بكرة 26/6 هتاخد فرع ادب وبلاغة وتعبير تراجع عليهم وتحل شوامل. ويوم 27/6 هتخلي اليوم كله حل، اللي هي شوامل اللي هي نماذج استرشادية وامتحانات السنين اللي فاتت. وبعد ما تخلص حل شوامل صحح لنفسك. ودي تركات الأوائل، لو في أسئلة غلط وانت بتصحح ركز عليها وتراجع على الجزئية من تاني اللي في الدرس بدل ما تراجع على الدرس كله. وبعد ما تراجع تكتب تحت السؤال الإجابة اللي هيثبت لك المعلومة فعلا ومش هيخليك تنسى، انك تحل على السؤال اللي غلطت فيه كذا مرة وتحل شوامل كتير. وفي طريقة جميلة جدا عشان تراجع على الأسئلة قبل الامتحان، انك تكتب رقم الصفحة والسؤال اللي غلطت فيه في ورقة او تو دو ليست عشان ترجع لها مرة تانية. او الافضل انك تقسم كراستك نصين، النص الاول الحاجات اللي بتسمعها في الفيديو بتحطها في النص ده، والنص التاني هتعملها للأسئلة اللي غلطت فيها. تكتب في كراسة رقم الصفحة وجنبه السؤال او رقم الصفحة بس، وتحتها تكتب الإجابة. والطريقة دي بتنفع مع كل المواد مش العربي بس، والطريقة دي من تركات الأوائل. المهم ذاكر مع نفسك، مش لازم تشوف لايفات المدرسين اللي بتاخد 7 ساعات. وتراجع مثلا على فرع النحو وتشوف فيديو عليه وتحل عليه شوامل، والشوامل اللي غلطت فيها تصحح لنفسك وتعمل كراسة بالحاجات المهمة اللي شفتها في الفيديو، والنص التاني بالأسئلة اللي غلطت فيها. وهكذا الأسئلة اللي غلطت فيها تكتب رقم السؤال وجنبه السؤال وتحتها الإجابة. وطبعا وأهم حاجة وبأكد عليها لازم تحل شوامل اللي هي نماذج استرشادية وامتحانات السنين اللي فاتت. تاني حاجة ازاي تدرب نفسك على الامتحانات. طبعا اليوم كله بتحل شوامل، هتحدد ساعتين الصبح اللي هي من الساعة 9 لحد الساعة 12 تحل امتحانات السنين اللي فاتت. وبعد ما تحل الامتحان تصحح لنفسك، فده بيخليك تتعود على شكل الامتحان. وكمان بتحدد تايمر وانت بتحل اسئله وشوامل. وطبعا لما بتحدد تايمر بتكون ماسك التليفون، فاكيد طبعا لازم تقفل كل مواقع السوشيال ميديا. ولما بتحدد تايمر بتعرف انت خدت وقت قد ايه وانت بتحل الاسئله، فبدل ما تحل ببطء بتحل بسرعه علشان تلحق الامتحان. والسؤال اللي خد منك اكتر من دقيقتين علم جنبه شرطه وحل باقي الاسئله وسيبه في الاخر. خطه الانقاذ انت عندك 3 ايام، خميس وجمعة وسبت ولحد الامتحان اللي هو 28/6. انت اصلا من اول السنة كنت بتحل كتير، فعاوزاك في الايام اللي قبل الامتحان تحل كتير جدا. لازم تخلص كل المنهج بتاع العربي قبل الامتحان وتحل كتير. باكد لك لتالت مرة، حل شوامل كتير، حل كتير جدا. اللي هينفعك في الفترة دي انك لازم تحل كتير جدا. تذاكر النحو انك تراجع الدرس وتشوف فيديو عليه، وفي نفس الوقت تحل كتير، حل أمثلة عليه حتى لو هي محلولة. وفي النحو الأمثلة بتاعت كل درس اللي في الكتاب حلها، وتكتب في كل سؤال تحله جنبه القاعدة بتاعته. وطبعا تشوف فيديو، الفيديو ياخد منك 4 أو 5 ساعات، وتحل عليه شاملين أو 3. ولو حليت شاملين بس ده كويس، لأن الشامل بياخد ساعتين، فشاملين هياخد 4 ساعات.
فلو حليت 3 ده كويس جدا، يعني ده للزوم برضو. لما بقولك حل كتير جدا مش ضغط والله، كده هيخليك تتعود على شكل الاسئله اللي هتيجي في الامتحان، وفي نفس الوقت هيخليك تمرن نفسك وتثبت المعلومه. واعمل الفيديو على 1.5 عشان تنجز نفسك، وتوكل على الله واسعى وخليك واثق من نفسك، واعمل اللي عليك وجيب اخرك في المذاكره وسلمها لله، واعمل اللي عليك وما تخافش، ربنا مش بيضيع تعب حد. وخليك واثق من ربنا عز وجل انه باذن الله هيدخلك الكليه اللي نفسك فيها. ونام كويس واصحى بدري علشان طبعا تذاكر بعد الفجر، وصلي ركعتين كام ليل وادعي فيهم بكل حاجه نفسك فيها، وادعي لبابا ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه. ويا رب اكون فدتكم، ومعلش الفتره دي صعبه عليا، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.